ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتونا. يا رب تكونوا بألف خير يا رب. النهارده بقى جينا بفيديو جديد كالعادة، فيديو البيتزا المنتظر. ناس كتير طلبوها منا في الكومنتات. حاجة طبعا بقى التحدي النهارده مع محمد، استاذ محمد منورنا في الفيديو. وحشتوني قوي 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 قوي. معلش بقى غبنا عنكم بقى حبه كده حلوين، وحشتوني كتير. معلش غصب عننا والله. بس هنوعدكم ما نغيبش عنهم الغيبه دي ان شاء الله. ادعوا لنا بس كده ربنا يقوينا. التحديات هتبقى على طول ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. دلوقتي بقى هنقطع البيتزا. هو التحدي على بيتزاي، البطاطس مش في التحدي. هخلص قبل التاني في عقاب. العقاب ليمونه متقشره. عايز اقول لكم يا جماعه البيتزا ريحتها تحفه تحفه. ماشي في ايديها والله، بس هكسبها اهو عشان اكلها حلو وانا باكله بسرعه. انا يا رب. فيها انا هخليها هي تبدا قبل مني عشان هي طبعا بقى عملنا عصير مانجا، حاجه كده فريش. سوري. هات كده مكمل. لا خلاص لفيها تاني. هي تبدا او انا لسه هقطع بقى؟ لا استنى. لا ابدأ. نبدأ مع بعض. طبعا انا بحب البيتزا كبيره، السمبوكسيه بتاعتها بتبقى كبيره، بحبها انا كده. يلا ستيدي ريدي ابتدي. بس قبل ما نبدأ جو. ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنسوش اللايك والاشتراك لو امر تفضل. يلا ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. جامده قوي يا جماعه، جامده. تحفه. البيتزا معموله باللحمه المفرومه. احنا الاثنين باللحمه المفرومه والزيتون والموتزاريلا. فانا عملتها معاكم كتير، فمش كل شويه اقعد انزل لكم الطريقه. لو عايزين الطريقه في فيديو انا عاملاه لكم بالظبط بالتفاصيل. البيتزا بقى ليها اطعمه كتير. بسطرمه، جمبري، لحمه مفرومه، تشيكن. بحبها بالفراخ قوي. نعمل لكم واحد تاني بالفراخ ناكلها مع بعض. تحفه يا جماعه، جميله. تعملها هايله قوي. معلومه عاملينها مش خالصين. بصوا عليها عامله ازاي. ايوه بيور. وحشوني قوي. التصوير وحشنا. بيتزا هي أكلة إيطالية على ما أعتقد يعني. اللي هي نشأت في إيطاليا. هم هناك في إيطاليا إن شاء الله ربنا يعني بإذن الله لو كان لنا عمر
نبقى نعمل لكم فيديو في ايطاليا بيتزا ان شاء الله في المستقبل القريب. اكتبوا لنا في الكومنتات رأيكم عن اللي فات والتحديات اللي فاتت، نفسكم في ايه نعمله، عايزين ننزل نعمل لكم ريفيوهات لأكلات جديدة في بورسعيد. جامدة. طويلة شوية. بيتزا. أنا وصلت فكرت برمضان. كان بيجي زمان وأنا صغير كرتون لا غنى عن التعريف، سلاحف النينجا إيه اللي فكرت بيه هو؟ كنت بحبه أوي، كانت أكلتهم المفضلة والله؟ البيتزا. المعلم رشدان. مختلف. عايزين ننزل ننطلق نعمل لكم ريفيوهات في شوارع بورسعيد، عندنا محلات في الكون أكل ومأكولات بحرية وأماكن سياحية تحفة أوي قريب، كل ده قريب. استفيدونا في الكومنتات. بيعملوا ايه؟ ازاي اصلا؟ عمال من ده بصوا عاملين سلامة ربنا يحميها يا رب. إيه دي؟ حتى لو ما اعرفش إيه ده صلصة ولا إيه؟ لا في زي توابل كده اسمها ايه؟ ما في الصلصة فيها توابل اه واللحمة فيها توابل. وحاطة ايه بقى توابل؟ اللي عندنا ما فيهاش. لا التوابل التوابل اللي في الصلصة بتاعت البيتزا بابريكا فلفل اسود، بابريكا وفلفل اسود وحتى زعتر صغننين. ايوه انا بحب الزعتر. بس ما كترتش حط الوزن زي ما عايز. الزعتر اللي هو عامل سويت ده بيدي مذاق، هنزل الوردة. بيدي مذاق كده في الاكل بحبه قوي. وش الزعتر بيدي طعم. مانجا اسماعيلاوي، مس على اهل اسماعيليه.
عروسة البحر، ليه؟ عروسة البحور، ليه؟ بيقولوا على اسم علوية والله؟ على ما أعتقد يعني. محافظة يعني؟ مم. إخواتنا إخواتنا إخوات بورسعيد، أهل إسماعيلية حبايبنا. عايز أفكه وأفسحكوا شوية. عندنا أماكن هنا اللي بيروحها ما يشبعش منها أبدا. طبعا بيتزاية كبيرة، فاكر والله؟ بيتزاية كبيرة مم. ومخدومة. مم. أنا كنت عايزين يشبعك. تنسوش اللايك، سبسكرايب، فعلوا زر الجرس، وكومنت الحلو بتاعكم. عايزين نوصل لنص مليون مشترك عشان نعمل لكم حفلة كبيرة كده. هنحضر معاهم إن شاء الله. خمس سنين ده ماسك كارثة جامدة. شايفين؟ بومبي، حتى الكوباية بومبي. المعدة عندي بقت عاملة كده، كل حاجة مقوضة. مش استراحة. واحد عنده استعداد ياكل منها اتنين من حلاوتها، اتنين عنده استعداد ياكل اتنين من حلاوتها. طعمها ربع ودينا كيلو. أنت كمان تاخد. لا هو بجد ما أنتش قادر. السلطة دي على طول. بجد ما أنتش قادر خلاص. لا، مش عارف. تاكل دي خلاص. لا ازاي؟ والله بجد ما أنت قادر. يبقى ده جنب تحديات داليا نجيب تنسحب مش قادر يا جماعة والله كبيرة كبيرة من والله أوي. التحدي يا داليا. ما شاء الله. اشربوا العصير البيور يا جماعه، عصير البيور افيد واطعم، افيد واطعم وصحيا، صحيا وافيد واطعم، ثلاثه البيور بدلا من ايه بقى؟ طبيعي. من العصائر المركبه ده احنا نعمله في البيت. والمياه الغازيه مش معلق. لا اضرار، اضرار صحيه في البيت.
في زيتين، في صناصير، في مواد حافظه، وفي الوان طعام، وفي مكسبات وحاجات كده ما نعرفهاش، مجهوله المصدر، مجهوله الهويه ما نعرفش ايا كان. وبتلاقي في نسبه بسيطه قوي من الطعم اللي هو الطبيعي. ممكن تجيب لك منجايتين اتنين، منجايتين، هات منجايه واحده يعني على قدك، ايه المشكله؟ هات منجايتين واعملهم عصير، مش هيكلفوك حاجه، هيكلفوك كام يعني؟ منجايتين هيعملوا كام؟ منجايتين حلوين كده هيعملوا 30 جنيه. منجايه واحده تعمل لها كام؟ 15 16 جنيه. وتقوم عاملها عصير او تاكلها كله. افيد افيد واطعم. ليمون، مفيش مانجا مش عايز مانجا، ليمون، ليمون هو بيقف حلو في السائل ومفيد جدا وبيطول المناعه وبيقوي المناعه. مفيش ليمون، شاي باليانسون، شويه كمون، وبعد كده هتريح وتقعد. خد انت اللي هتاكل الليمون. مش هينفع كده عشان جمهورك بقى، جمهورك بيشجعك. معلش يا جمهور والله بس مش قادره، البيتزا كبيره، البيتزا كبيره، انت ما شبعتش؟ طعمها جميل جدا. ايطاليان، ايطاليان بيعملوا بقى ايه في ايطاليا؟ بيعملوا بيتزا في طريقه في ايطاليا، يقوموا عاملينها يدوي. سيبكوا بقى من الخلط واللي ده بيعمل كده ده والشغل ده، لا مفيش الكلام ده. عامل عجينه فريده، ليه كده كتير؟ عاملها قص كده، وجايب ايه؟ صينيه خشب، صينيه خشب كده، ومدخلها فرن الحطب بالحطب، بالحطب والفحم، تاخد وش تستوي وتقوم طالع. بشوفهم انا بجيبهم واتفرج عليهم، اكلهم شياكه. هي دي، هي دي الطريقه. الزعتر تحكم اول ما يعني الزعتر مع اول قطمه تلاقي بقى المزيج بقى. ممكن بقى الموتزاريلا، هي دي موتزاريلا بس يعني ممكن تقوم عامل ايه بقى؟ تقوم حاطه ميكس، ميكس كده هتديك مذاق ارقى. من غير لحمه ممكن عادي، ننزل نعملها نفس جبن بس ميكس جبن تبقى حلوه. بس انا عايز اقول لكم على حاجه برضه يا جماعه، صحيا صحيا قللوا مشتقات الالبان والاجبان، يعني ما تحاولوش ان انتوا تكتروا اجبان كتير. يعني خلي مثلا الجبن في الفطار بس او في العشاء بس، ما تكتروش، لان كتر الجبن والكلام ده هي فيها بكتيريا نافعه وكله بس بتضر المعده بعد كده وبتاع. ما تكتروش الكلام ده. مليور مليور. بص مانجا اسماعيلاوي، شم الحته، بص شم الحته من وانت في دمياط. اخواتنا وحبايبنا في دمياط. انا صح هكمل؟ انا مكمل. الدنيا انت مش فاكر؟ تحفه. انت الكتب بتاعتي ايه؟ انت خلاص يعني كده؟ جمهورك هيزعل. والله بقى قادره بجد خلاص، ما شاء الله هي كبيره. او كده يا جماعه يبقى طبعا هو اللي كسب يا جماعه، خلاص هي معروفه، هي باينه قوي. هو اللي كسب، استاذ محمد معانا هو اللي كسب، وداليا هي اللي خسرانه. كنت اتمنى ان انا اكلها كلها بس هي ما شاء الله كبيره قوي. معلش والله هي مش حجه بس هي كبيره يعني. هي كبيره ولا لا؟ انت ما كنتيش نصها. بس انا مش قادره والله، مش قادره. ده حلو قوي. عشان شربت منها عصير. حلو قوي. طبعا يا جماعه داليا مجتهده جدا، انا عايزكم تشجعوها بجد. الفتره اللي فاتت دي اجتهدت قوي وما زالت بتجتهد برضه، وهي بتعمل طبعا بتحضر لكل فيديو هي عايزه تطلع لكم بايه؟ ايه؟ يعني شجعوها بافكاركم، بكومنتاتكم، بارائكم. هي بتقعد تحضر طبعا الاكل وهي اللي بتعمل الاكل. هي احيانا بنجيب اكل جاهز ساعات بنطلع يعني فيديوهات وكده، بس هي معظم الوقت هي اللي بتعمل الاكل بنفسها. وانا ما بحبش الاكل الجاهز عامه يعني. بس في مطاعم كتير اكلها كويس قوي، هنعمل عنها برضه فيديوهات
طيب نستغل طبعا اكل البيت يعني آه. ده حاجه وده حاجه. أنا. الصراحه المانجا محسسه ان انا في رمضان والله بجد. ده نايم. ربنا كده يبلغنا رمضان جميعا يا رب، وكل واحد نفسه في حاجه يحققها، وكل واحد كده بيتمنى حاجه من ربنا يحققها له، وتشوفوا كل حاجه كويسه وكل حاجه حلوه، وتفضلوا كده معانا دايما وتحبونا وتشجعونا. وانا حابه اشكر برضو مدام ايمان، حابه اشكرها جدا على الكلام الحلو اللي هي قالته لي والتشجيعات بتاعتها اللي هي بجد بتكتبها لي في الكومنتات، ده حاجه بجد يعني على راسي. طبعا جينا للعقاب. هاكل العقاب. هتاكل العقاب؟ هاكل العقاب. بتصعب عليا ساعات والله. هاكل بس العقاب لازم بأمر تبقى الله. عقاب. يلا يا قلبي. دي ليمونه متقشره، هي بيقول يعني. نبص عليها عشان ممكن ناكل الارض. ماشي مش مشكلة. ارميها هنا. بص للكاميرا. صعب عليكم؟ صعب عليا انا يا جماعة. على عيني وراه. انا ما بحبش اعمل عقاب معاها والله. خلاص كفايه كده. طب قومي. لا حلو، طب اشربي مانجا. مش هينفع على الليمون. لا لا ده هم سابقين بتاع ده ليمون. حلو حلو والله عجباني. طيب وبكده يا جماعه يبقى وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. محمد اليوم وانا اللي اتعاقبت وانا فزت. كالعاده. بعد كده هبقى هخليها هي اللي تتسند بقى. صح؟ صح. بس ما تنسوش تعملوا لنا لايك. لو مرة تشوفونا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس اتفرجوا عشان ينزل لكم كل حاجه جديده بنعملها. خشوا عندنا اتفرجوا على رجعوا الفيديوهات وشجعونا الحلقات اللي فاتت. وقولوا برضه ارائكم، عايزين احنا نعمل ايه، فيديوهات جديده، افكار جديده، ترندات جديده احنا معاكم فيها. نتقبل اي انتقاد. اي انتقاد هنتقبله اي كومنت تكتبوه عادي طالما بناء ومفيد لينا هيفيدنا. انتوا رايكم يهمنا في الاول والاخر. رايكم انتوا كجمهور. احنا هدفنا انتوا انتوا احنا بنعمل لكم هنطلع انتوا عشان كنتوا انتوا جمهورنا. احنا الفيديو اللي بنطلعه ده بنحطيه اقترحوا علينا نعمل ايه جديد. احنا عايزين نعمل حاجه جديده. عايزين نعمل حاجه حلوه على اليوتيوب جديده تكونوا انتوا عايزينها، ويكون محتوى في نفس الوقت راقي ومفيد وهادف في نفس الوقت. ما تنسوش اللايك، سبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس وكومنت القمر زيكم. مع السلامه.